النهارده تاني حلقه في سلسله الحمل شهر بشهر. في الفيديو ده هنتكلم عن الشهر التاني كله بالتفصيل، وبرضه هنتكلم عن حاله الام وحاله البيبي والفحوصات المطلوبه منه. ودايما اول حاجه بنبدا بيها هي حاله الام. خلينا متفقين ان الشهر التاني من اهم شهور الحمل، وده لان بيحصل تطورات كتيره جدا في جسم البيبي. الاعراض بتزيد وبتبدا تظهر معاكي بزياده شويه، وده ناتج طبعا عن زياده هرمون الحمل في الجسم. ومش معنى ان البطن لسه صغيره يبقى البيبي لسه ما كبرش. هتبداي تلاحظي ان مودك بقى وحش شويه، وان انت بقيتي متوتره، وان انت عندك رغبه دايما في العياط. وهتلاقي ان بقك في معظم الاوقات بيكون ممرر شويه، وهتلاحظي ان انت عندك خمول وان انت عايزه تنامي، وهنلاقي في صداع بس بسيط، ولو زاد لازم تبلغي الدكتور. هتلاقي ان الثدي بدا يبقى فيه تورم، في شويه الم. هتلاقي نفسك بقيتي تدخلي الحمام كتير، وده طبعا لان القلب بدا يضخ كميه دم اكبر لجسمك، فجسمك زاد فيه كميه سوائل عايز يتخلص منها، فالكلى بتشتغل بشكل اكبر شويه. علشان كده هتلاقي نفسك داخله خارجه على الحمام كتير. وعند بعض الحوامل القرفه بتزيد شويه في الوقت ده، ودي هتقدري تتجنبيها لو قعدتي في مكان التهويه فيه تكون كويس، وانك تقللي التوابل جدا في اكل. حاولي تاكلي الاكلات اللي فيها مرطبات زي الخيار مثلا، وحاولي تاكلي الاكل بارد، لان الاكل وهو سخن البخار اللي طالع منه ريحته هي اللي بتخليكي ترجعي. وحاولي اي نوع لاحظتي ان هو بيخليكي ترجعي تجنبيه وبلاش تاكليه تاني. وحاولي تدوري على بديل ليه يديكي نفس القيمه الغذائيه. يعني مثلا لما تيجي تاكلي حاولي ما توصليش لمرحله الشبع. قسمي وجباتك على 6 وجبات، بس كل وجبه فيهم تكون وجبه خفيفه. يعني مثلا عايزاكي تحضري الفطار، تاخدي منه العيش والبيض تبداي بيهم، عشان انت محتاجه جدا للنشويات. النشويات هتديكي طاقه تقدري تكملي بيها باقي اليوم. وهناكل بقى البيض، بعدها بشويه ناكل الخضار، بعدها بشويه نحضر الغدا، ناخد من الغدا الرز والبروتين، بعدها بشويه ناخد الخضار شويه، وتحضري لنفسك كوبايه لبن ومعاها فاكهه. احنا كده مقسمين الوجبات، هتشبعنا، هتدينا طاقه، هتدينا الفايده اللي جسمنا محتاجها واللي كمان البيبي محتاجها، ومن غير ما نكون ملينا بطننا قوي. خلينا نفسنا ان احنا احساس الترجيع يزيد معانا، احنا مش عايزين ده خالص. طب لو انت من الحوامل اللي جايلهم قرفه من الميه، في بعض الحوامل على فكره بيجيلهم قرفه من ريحه الميه، ويحسوا ان هي طعمها في بقهم بيخليهم عايزين يرجعوا. فلو انت من دول هتقدري تبدلي الميه العاديه بميه معدنيه، وما تقلقيش، يعني هي هتخليكي احساس الترجيع ده عندك قليل شويه. ومش عايزاكي تقلقي، الدكتور بتاعك هيقدر يكتب لك على نوع دواء يقلل معاكي احساس الغثيان. بس برضو لو احساس الترجيع زاد معاكي ووصل معاكي ان انت اي ريحه بتشميها بتقرفك، اي حاجه بتاكليها بتخليكي ترجعي، لازم تبلغي الدكتور، عشان بعد الشر ما تخشيش في حاجه اسمها قيء مستعصي، اللي ده بسببه بنضطر ان احنا نتحجز في المستشفى. خلينا متفقين ان انت مش بتاكلي الاثنين زي ما بيقولوا، لا، انت بتاكلي اكل صحي يفيد جسمك ويفيد البيبي في ان هو ينمو بصحه كويس. في مننا بقى بيحصل له شويه تغيرات في بشرته، يعني ممكن تلاقي شويه حبوب بدات تظهر، ممكن تلاقي بشرتك بقت جافه، ممكن تلاقي ان انت اسمريتي شويه. ده كله عادي، ده كله من تاثير هرمون الحمل على الجسم. مش عايزاكي تقلقي، مش عايزاكي تتضايقي، كل ده هياخد وقته وهيروح. ولو لقيتي نفسك التغيرات الهرمونيه اللي حاصله معاكي هتسبب لك اكتئاب من كتر ما انت مودك وحش، من كتر ما انت مقريفه، من كتر ما انت متضايقه، عايزاكي تتكلمي مع اللي حواليكي، تقولي لهم ان انت متضايقه، ان انت محتاجه دعمهم. كل ده هيخليكي تكوني اهدى. الحمل مش محتاج ابدا ان انت تكوني ولا متوتره ولا مضغوطه نفسيا، بالعكس الحمل عايز راحه نفسيه، عايزك تكوني اهدى. احنا مش عايزين ابدا ضغط عالي، مش عايزين جلطات حمل بعد الشر، مش عايزين اي مضاعفات بعد الشر عنكم جميعا يا رب. مش عايزاكي ابدا تستسلمي وتدخلي في مود اكتئاب. وخليني اطمنك ان بعد الشر، بعد الشر لو حصل ولقينا ان في ضغط عالي او بقى في سكر، ما تقلقيش، ده مجرد عرض مؤقت هيروح مجرد الولاده. يعني هتلاقي نفسك لو هو الضغط بقى عالي بنقدر نقول عليه ده ضغط حمل، لو السكر نسبته عليت بنقول عليه سكر حمل. ليه؟ لان هو مجرد حاجه مع الحمل وهتنتهي مجرد ما الحمل ينتهي. ومش عايزاكي تنسي ان لو عندك قطه تحاولي انت ما تتخلصيش خالص من الفضلات بتاعتها، يعني بلاش انت اللي تنضفي بوكس الرمل بتاعها. وعايزاكي برضو تبلغي الدكتور بتاعك انك عندك قطه في البيت، وهو هيوجهك بالظبط تتعاملي معاها ازاي، يسالك على التطعيمات اللي هي القطه بتاخدها علشان خاطر هو يحافظ عليكي وعلى البيبي. خليني اكد معاكم تاني على موضوع الاكل، عايزاكي تاكلي خضار كتير جدا، تاكلي فاكهه كتير جدا، تشربي لبن، تاكلي بيض. بس يا جماعه اللبن بلاش اللبن السايب، خلينا في اللبن المبستر افضل. تاكلي زبادي وتاكلي جبن، بس مش الجبنه القريش، الجبن اللي هي مكتوب عليها طبيعي 100%، مش جبن مهدرجه ولا جبن مطبوخه. عايزاكي تاكلي مكسرات وتاكلي سمك كتير، بس زي ما اتفقنا ولا سمك تونه ولا سمك ماكريل. برضو ما ننساش نبعد عن الكافيين زي اللي موجود في الشاي، في القهوه، في النسكافيه، في الكولا، في الشوكولاته. وبلاش طبعا الاكل اللي فيه مواد حافظه، وبلاش برضو اكل الشارع، بلاش اي لحوم مصنعه زي اللانشون، زي الهوت دوج، زي البرجر، زي السوسيس. وطبعا هنبعد كل البعد عن الاكل الني زي الفسيخ، زي الرنجه، زي البيض اللي مش مستوي كويس.
زي البسطرمه، ومش هنحط على اكلنا ولا مايونيز ولا هناكل جنب الاكل سلطه كول سلو، طبعا لان المايونيز معمول من البيض الني والكول سلو بيتحط عليها مايونيز. وطبعا احنا اتفقنا ان الكبده ممنوعه تماما اول 3 شهور. وخليني اكد معاكي لو انت من الناس اللي بتحب المشروبات سخنه، اتفقنا ان احنا هنسيبها تهدى خالص ونشربها وهي دافيه. وبلاش في الفتره دي تعرضي نفسك لحراره عاليه زي اللي موجوده في الساونا، في الجاكوزي، في الحمام المغربي. كل الحاجات دي اللي فيها حراره عاليه بتعرضك للبخار، والبخار ممكن يسبب لك ضيق تنفس، واحنا مش عايزين ده ابدا. وطبعا يا جماعه الام المدخنه لازم تفكر في البيبي بتاعها، وان هي عايزاه يوصل لها ان شاء الله بالسلامه سليم معافى، فلازم تمتنعي عن التدخين. مش عايزاكي تقلي على نفسك ابدا في المجهود، مش عايزاكي تطلعي وتنزلي السلم كتير ولا بسرعه. بلاش يا جماعه نلبس كعب عالي في الفتره دي نهائي. وطبعا لازم نركز مع اقراص الفوليك اسيد اللي خلاص كلنا بقينا متفقين ان هي معانا من اول ما بنخطط للحمل لحد نهايه الشهر الثالث ان شاء الله. وده طبعا عشان نتفادى التشوهات اللي ممكن تحصل في الفتره دي للجنين، وده لان الثلث الاول من الحمل هو اهم وقت في تكوين الجنين، تكوين اعضائه الاساسيه. وزي ما اتفقنا قبل كده ان اول زياره للدكتور اول ما نعرف بالحمل بتكون في اول اسبوع في الشهر الثاني اللي هو الاسبوع الخامس. وهنا الدكتور هيقدر يطمنك على حاجات كتير زي مثلا ان الحمل داخل الرحم ولا بعد الشهر خارج الرحم، ويقدر برضو يشوف الجنين. طب احنا نفترض ان بعد الشهر الجنين ما ظهرش، عادي جدا، مش عايزاكي تقلقي ابدا. هو وارد جدا ان هو ما يبانش معانا في الاسبوع الخامس من كتر ما هو يكون حجمه صغير. وقتها بعض الدكاتره ممكن تطلب انها تعمل سونار مهبلي، وده لانه بيكون اوضح معاهم شويه. طيب انت واحده من الناس اللي مش حابه انها تعمل سونار مهبلي وفي نفس الوقت عايزه تطمن على البيبي، تقدري تعملي ايه في الوقت ده؟ تقدري تعملي تحليل الحمل الرقمي، وده هيطمنك جدا على البيبي. يعني انت اول ما تخرجي من عند الدكتور تقدري تروحي تعملي اختبار حمل رقمي. لو مثلا النتيجه ظهرت معاكي 250، هتحتاجي ان انت بعد 48 ساعه انك تعيدي الاختبار تاني. لقيتي النسبه تضاعفت يبقى الحمد لله الحمل ماشي تمام. لو لقيتي النسبه ثابته بعد 48 ساعه او بتقل، وقتها لازم تبلغي الدكتور، لان في الحاله دي لا قدر الله ممكن يكون الحمل خارج الرحم. طب احنا لقينا الحمد لله النسبه تضاعفت وكل الامور ماشيه تمام، تلاقي ان شاء الله في زيارتك للدكتور الاسبوع الجاي البيبي ظهر معاكي. في الاسبوع السادس من الحمل البيبي في الوقت ده قلبه بيكون اتكون، فممكن جدا النبض يظهر معانا في السونار. طب لو انا مثلا بعمل السونار والنبض ما ظهرش معايا، اقلق؟ لا، ما تقلقيش خالص. النبض بيظهر معاكي من الاسبوع السادس للاسبوع الثامن، مفيش اي مشكله، بس بشرط ان الدكتور يكون مطمنك ان البيبي نموه باين معاه في السونار ان هو نموه طبيعي. مش عايزاكي لو الدكتور شاف في السونار شاف ان النبض موجود وقال لك ان الحمد لله النبض موجود تطلبي منه ان انت تسمعي النبض. هو الدكتور في الوقت اللي شايفه مناسب هيسمعك النبض، لان ان احنا نسمع نبض الجنين دي مش حاجه صحيه للبيبي. وطبعا انت اللي فارق معاكي اكتر ان انت تطمني عليه ان هو كويس. فلو الدكتور ما سمعكيش النبض بس هو اطمن ان النبض موجود، ما تقلقيش. وكل اللي انا طالباه منك انك ما تسمعيش لاي تجربه سيئه. يعني اللي حصل معايا مش وارد ان هو يحصل معاكي، مش وارد ان هو يحصل مع غيرك، فعايزاكي تطمني وبلاش تسمعي لاي تجربه سيئه. بعيدي تماما عن اي حاجه توترك، بلاش ضغط عصبي، بلاش ضغط نفسي، كفايه عليكي اعراض الحمل. برضه الدكتور هيقولك سواء حالتك محتاجه مثبت ولا لا، سواء هيمنعك من العلاقه ولا لا. هيقدر برضه يقولك ايه الانشطه المتاحه معاكي وايه الحاجات اللي ما ينفعش تعمليها. ولازم طبعا ما ننساش ان انت لو ليكي اي تاريخ مرضي تبلغي بيه الدكتور بتاعك، لان طبعا كل ما نكتشف الحاجه بدري كل ما هيكون علاجها اسهل. وعايزاكي برضه لو في اي صله قرابه بينك وبين جوزك تبلغي الدكتور. ولو في حد من العيله عنده تشوهات خلقيه او في حد من العيله مثلا متلازمه داون، برضه هتبلغي الدكتور وتعرفيه. الدكتور في الوقت ده عشان يتلاشى اي تشوهات او اي حاجه بعد الشر تحصل للجنين هيقدر يحدد لك جرعه الفوليك اسيد بتاعته. وهنيجي بقى للجزء الخاص بالبيبي. انتوا متخيلين يا جماعه انتوا تدخلوا الشهر الثاني والبيبي حجمه قد ايه؟ البيبي حجمه بيكون 2 مللي، يعني حاجه كده يا دوب قد الرزايه. وفي الشهر الثاني ده بيتكون حاجه اسمها الانبوب العصبي. الانبوب العصبي ده اللي بيتكون منه المخ والحبل الشوكي والجهاز العصبي للبيبي. وفي الوقت ده البيبي بيكون عباره عن 3 طبقات، ودول اللي سبحان الله هيتكون منهم بقيه اعضائه بعد كده. يعني مثلا الطبقه الاولى دي اللي بيتكون منها الجلد والشعر والضوافر وغدد العرق ومينا الاسنان والغدد الخاصه بالثدي. والطبقه الثانيه دي اللي بتكون منها القلب والاوعيه الدمويه والعظام والغضاريف والعضلات، كمان الانسجه اللي تحت الجلد. الطبقه الثالثه دي اللي بتكون منها الرئه والامعاء والكبد والغده الدرقيه والبنكرياس وبدايه الجهاز البولي. وكمان قبل نهايه الشهر الثاني يعني في الاسبوع السابع كده مثلا بيكون عندنا عينيه وودانه ولسانه واطرافه. كل الحاجات دي ابتدت تتكون، والبيبي بيقفل الشهر الثاني بدل ما كان حجمه 2 مللي اللي بقى هو سنتي ونص. يعني في الوقت ده حجمه اتحول من قد الرزايه لقد حبه الفاصوليا.
طيب نيجي بقى للجزء الخاص بالفحوصات. هنيجي اول زياره للدكتور هيطلب مننا 6 فحوصات اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده، وهم صوره دم كامله، تحليل سكر صايم وعشوائي، تحليل السيوله، تحليل فصيله الدم، تحليل الار اتش، كمان تحليل بول. في الوقت ده برضو الدكتور لازم يوزنك عشان يقدر يحدد لك النظام الغذائي اللي انت هتقدري تمشي عليه بقيه حمل. ولازم طبعا هيقيس الضغط، لان احنا قلنا ان متابعه الضغط شيء مهم جدا واساسي طول فتره الحمل. ولو عندك سؤال تكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك، وتابعي سلسله الحمل شهر بشهر هتفيدك جدا.